مرحبا بكم في قناتكم دي زد أخبار 24. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم خاوتي وصحة فطوركم. الوزارة الخارجية الجزائرية تعلمكم وتتشرف بإعلام كافة الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وفي ديار المهجر بخبر مشرف، إلى أن وكالعادة المروك يدخل إلى الخط ويريد إفساد الفرحة. بصح قبل ما نكملوا خاوتي ما تنسوش الضغط على اللايك وترك كلمة تسكت أفواه المراركة. أعلنت الجزائر أنها استرجعت اليوم الأربعاء مخطوطة إسلامية نادرة كانت ملكا للأمير عبد القادر الجزائري، استولت عليها القوات الفرنسية خلال معارك المقاومة الشعبية، وكانت معروضة للبيع بالمزاد العلني قبل أيام في المدينة الفرنسية. الجزائر تمكنت من استرجاع المخطوطة الإسلامية النادرة يرجع تاريخها إلى سنة 1659، إلى أن الإعلام المروكي خرج يؤكد أن المخطوطة ملك للمغرب ويستفز الجزائريين بمنشورات جاء فيها: بل أنتم ليس لديكم أمة ولا تاريخ، فرنسا التي تحتفظ بجماجم شهدائكم، إذ كان حقا لديكم شهداء، مؤكدين أن المخطوطة ملك للمراركة الذي لم يكن موجود آنذاك حتى. في الأخير رحمة الله على الشهداء الجزائريين، وما رأيكم أنتم؟ وصحة سحوركم.